السلام عليكم. بالأمس وصلني إعلان محاضرة للدكتور محمد العريفي، وفقني الله وإياه وإياكم لكل خير. لازلت أتذكر سنة 2010 يوم أثنى الدكتور العريفي على القذافي ودعا له أمام الملأ. الدعاء لقائد هذا البلد جزاه الله خير، الذي يحرص على تشجيع مثل هذه المسابقات وعلى تشجيع حفظة القرآن، فأسأل الله أن لا يحرمه الأجر والثواب. وبعد سنة واحدة تقوم الثورة على القذافي، فينتقل الدكتور العريفي من مرحلة المدح والثناء إلى مرحلة النقد والشتيمة. فنريد منك جزاك الله خير مشاركة هاتفية تقول لهم اهدأوا وهذا ولي أمركم، أطيعوا ولي أمركم. قلت له بئسا في قولك وتفا على وجهك، وأنا أشرف من أن أزكي ذلك الطاغية. كما لا أنسى سنة 2006 يوم دعا الدكتور العريفي لولاة أمر سوريا بهذا الدعاء المؤثر: اللهم احفظ سوريا من كل سوء، اللهم من أرادها أو أراد أهلها أو أراد ولاة أمرها أو أراد وحدتها بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. وبعد 5 سنوات تقوم الثورة على بشار، فيتحول الدكتور العريفي كعادته إلى مرحلة الإساءة والشتيمة. انظر إلى سوريا اليوم، وانظر إليها خلال 40 سنة التي حكمها الطاغوت الأول حافظ الأسد، ثم حكمها بعد ذلك النطفة القذرة التي خرجت من ذلك القدر، أما يحكمها بشار. اللي حبيت أقوله أن هناك مفكرون طرحهم في الرخاء يختلف عن طرحهم في الشدة، ويقولون حال القوة ما لا يجرؤون على قوله حال الضعف. عارفين تاريخهم وأسر فصلهم. ما هو لما كانت الأيام كويسة كانوا يجونا ويأكلوا يشربوا عندنا، وكانوا يتبلقون عندنا ويلعقون أحذيتنا، ما كنا نعرفوهم. ما ينفع تسيء لي اليوم وبكرة تتبسم في وجهي، أظل شايل في نفسي. لازم تعتذر وتتأسف حتى أقبل اعتذارك. ولأجل هذا السر ذكر الله عز وجل بين مرحلة الخطأ والرجوع عن الخطأ مرحلة مهمة، وهي التراجع عن الخطأ. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذا كانت لحوم العلماء مسمومة فعقول الأمة أيضا مسمومة. لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. هذا لم يحدث، هذا انتهى. المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، لدغنا مرة، المرة الثانية لن نلدغ.